يعطيكم العافية. هذا الفيديو أي شخص عنده اهتمام بمجال N8N أو أنظمة الأتمتة على هيدي المنصة، بغض النظر إذا أنت هيدا أول فيديو بتحضره عن هذا المجال أو أنت محترف وبدك تعرف وين أفضل مكان تعمل هوستنج أو استضافة لل N8N الخاص فيك. كلنا بنعرف إنه أفضل شيء ممكن إنك أنت تعمله ببلاش ولا سنت تدفع على الكمبيوتر الخاص فيك، ولكن في كتير مشاكل رح تواجهها. أولا سكيورتي، ثانيا بسيط في الكمبيوتر بطل فيك تستخدم النظام، ثالثا انك انت ما فيك توصل بسهوله على الانترنت كمان الا اذا انت دفعت لقصص تانية ودومينز واخبار لتقدر انك انت يكون عندك وصول للانترنت. وكمان انك انت تستضيف على الكلاود الخاص بالان 8 ان فكره حلوه ولكن كتير غالي، وانت ما عندك unlimited amount of executions. يعني انت اذا صرت عم تستعمل نظامك الاتمتي بشكل مستمر رح توصل لمرحله يقول لك ستوب، انت استعملت كل اللي عندك بدك تدفع اكثر لتستخدم اكثر. هذا الموضوع كله فينا نستخدم عنه بشكل نهائي اذا بنعمل هوستنج على وحده من افضل السوفت وير ابلكيشن للهوستنج اللي هو هوستنجر. هون انت قادر تعمل هوستنج للان 8 ان الخاص فيك. اذا بتروح على الرابط اللي بالوصف رح يعطيك نسبه كبيره من الخصم 67%. فاذا بتكبس على الرابط رح تيجي على هي الصفحه اللي هلا حنشوفها مثل ما شايفين up to 67% off N8N VPS hosting. رح اعطيكم بعد 10% اضافيات خلال الفيديو. فهلا بننزل شوي لتحت لنختار اي بلان بتناسبنا. مثل ما شايفين عندهم 4 بلانز، كل بلان بس يتقدم بصير عم بيدوبل او عم بيعمل يعني ضرب اثنين بكل المميزات اللي فيه. يعني اذا هون عندك واحد هون بصير اثنين، هون بصير اربعة، بصير ثمانية، وكل المميزات الاخرى كمان عم تتدوبل. انا بالنسبه لي مثل ما هن حاطين ومثل ما انا استخدمت رحت للكي في ام 2 اللي هو صح كل شيء تاني عم بيتدوبل، ولكن لنظام الاتمتي انك انت تعمل دبل من الواحد للاثنين كتير اقوى من انك انت بعدين تعمل من الاثنين للاربعه. يعني بيصير بعدين لما يكون نظامك كتير اقوى انك انت تضطر تروح للكي في ام 4 و8. لكن اذا انت بعدك بالمجال جديد او حتى لو انت منك جديد بس انظمتك الاتمتي منك كتير معقده، فبحس الكي في ام 2 هو الخيار الامثل. منه بس رايي، راي الجميع، ولهيك هو الموست بوبيلر. فهلا بتعمل تشوز بلان، وهون هلا رح نختار البيريد. مثل ما شايفين انتم البرايس اكيد وين ما كان بيتحلق السعر بقديش انت المده اللي حتعمل فيها الاشتراك. فاذا انت اخترت ال 24 شهر اكيد حيكون عندك افضل سعر بالشهر. اما اذا بتروح مثلا على شهر واحد اكيد رح يصير البرايس اغلى. وانت اذا بدك تروح على حل الوسط وكمان اللي انا عملته، انا رحت على 12 شهر. الشهر الواحد مشكلته انه شهر ما حدا حيستفيد من نظام اتمتة لشهر واحد، و24 شهر مين ضامن يعيش لبكره. لك بحس 12 شهر حتاخد الخصم المناسب وبنفس الوقت اكيد ما حتستعملها لشهر بس فحتضلك مستفيد. وكمان اذا بتروح على الهاف كوبون كود وبتكتب اسمي اللي هو امير وبتعمل ابلاي، فبزياده للخصم الكبير اللي كان عندك صار عندك 10% اضافيات. وهلا كل شيء عليك تعمل انك تكبس كونتينيو. بس تكبس كونتينيو رح تيجي على هيدي الصفحه، هون بتختار افضل سيرفر لوكيشن لإلك. اذا بتكبس على الكبسه بتشوف اقل رقم وبتختاره. هلا انا حاختار جيرماني منه لانه اقل رقم، بس لانه انا كثير بكون متواجد بجيرماني كمان فمنه فارق كثير. بس انا بفضل اختار البلد اللي بروح عليه كثير، لهيك حختار جيميني. انتم بتكبسوا على السهم بتختاروا اقل رقم. اللي بيلعب اي العاب على الاونلاين بيعرف انه كل ما كان الرقم احسن كل ما كان انت حتستفيد اكثر من السرعه من الدقه بالريسبونسز يعني. فانا حاختار جيميني، انتم اختاروا اذا مثلي كانوا عندكم اقل رقم هولندا او نذرلاندز بتختاروها. وبعدها بنيجي على السيرش او اس وبنكبس على ان 8 ان او بنكتب ان 8 ان. في كذا وحده، انا حاختار اللي عليها اشاره الصح او اشاره النعم او ما بعرف شو نسميها هاي. وبعدها بنعمل سيلكت. الحلو هون بهوستنجر انك انت منك بس عم تعمل يعني سيرفر خاص فيك وانت بدك تعمل السيت اب كله. هن محضرين لك كل شيء، بس بتختار ان 8 ان وبتختار نكست. وهن هلا رح يعملوا السيت اب كامله متكامله عليك. بس تعمل روت باسورد، بتكتب اي باسورد انت بدك اياه وبتحفظه. طبعا انتبه هدول، يعني اذا شفت انتك اي وحده احمر يعني ما تحط علامه تعجب مثلا، ما حيمشي الحال، بدك تحط وحده من هدول. انا بختار المالوير سكانر بس لانه فور فري وواي نوت، ليه لا. هيدي مدفوعه انت بتختار اذا بدك ولا ما بدك. نختار على نيكست. مثل ما اتفقنا بنختار اي وحده بدنا وبنعمل كونتينيو. بس تعمل كونتينيو وتروح على مانج اب رح تجي على هاي الصفحه، او بالاحرى رح تجي على صفحه قبلها لازم تعمل ساين اب، ايميل باسورد يوزر نيم وخلصت. وبتجي على هاي الصفحه اللي انتم شايفينها هون. نختار كرييت ورك فلو، وهيك صار ال N8N جاهز لتشتغلوا. طبعا رح اعطيكم كمان هيك تip سريعه كيف فيكم تعملوا كونكت لجوجل درايف وجوجل دوك وجوجل شيت وكل شيء خاصه بجوجل، اللي هي وحده من اكثر التولز
popular على هيدي المنصة. وما بدك تنسى تكبس على الرابط اللي موجود تحت اللي هو ياخدك على المدرسة، اللي هو المكان الصح لإلك إذا أنت حابب تروح الخطوة الثانية لقدام، إنك أنت يا تختصر الطريق بمجال التعلم، وإذا عندك أي سؤال نحن نضمن نعطيك الجواب اليقين عليه لأي سؤال أو أي مشكلة عم تواجهها. مثل ما حتشوف عندي هون هيدول نسخة أو مثل في يقول لك يعني سامبل عن كل الأسئلة اللي موجودين، ومثل ما شايفين ما في سؤال إلا وعنا أجوبة عليه. لهيك تجوا على السكول بتتعلموا من الكلاس روم، بتتعلموا من اسئله غيركم وبتسالوا السؤال اللي بدكم اياه وبيتجاوب عليه، وبنفس الوقت عندنا جوائز اسبوعيه، عندنا انشطه وعندنا كويزز بنعملهم. يعني حيكون المكان الصح اذا انت حابب تتقدم بهذا المجال. طبعا رح اعطيكم كمان هيك تip سريعه كيف فيكم تعملوا كونكت لجوجل درايف وجوجل دوك وجوجل شيت وكل شيء خاصه بجوجل، اللي هي وحده من اكثر التولز بوبيلر على هيدي المنصه، لانه كمان كثير ناس تستصعب كيف تعمل كونكت، فراح فرجيكم بهذا الفيديو. مثل ما شايفين اذا بنختار جوجل درايف بنختار وحده من التريجرز، رح تشوفوا اذا بكبس هون ما رح يخليني، رح يقول لي كود نوت لود ليست وفي عندنا مشاكل معينه ما عم بيقدر يوصل للجوجل درايف الخاص فيه. فانتم بتكبسوا هون بتعملوا كرييت نيو كريدنشال. مثل ما شايفين بدنا كلاينت اي دي وبدنا كلاينت سيكريت، هدول من وين حنجيبهم؟ بنروح على console.cloud.google.com بتلاقوه بالرابط تحت، بتلاقوا الرابط بالوصف تحت. وهون بس علينا نكبس على شو ما كان مكتوب هون، تكبسوا عليها لهذه النقطة اللي فوق ونعمل نيو بروجكت. شو ما كان مكتوب تتبعوا الخطوات. خلينا نعمل مثلا نيو تيست فور N8N على سبيل المثال، بتسموا الاسم اللي بدكم اياه وبنعمل كرييت. مثل ما شايفين هون بالنوتيفيكيشنز كرييت بروجكت عم بيعملوا كرييت لهذا البروجكت. مش الحال، فهلا اذا بنكبس هون وبنكبس على ماي تيست فور N8N رح نصير بقلب هذا البروجكت. وهلا عندنا كم خطوه شوي سائلين ولكن سهلين. خلينا نبلش. اول شيء بنختار 3 خطوط، اول هذه الهامبرجر، وبعدها بنروح على الاي بي ايز اند سيرفيسز بنكبس عليها. هلا بالسيرش فوق بنكتب جوجل سبيس درايف سبيس اي بي اي، نفسها رح تعملوها للجوجل دوكس وللجوجل شيتس وللجيميل وللكالندر ولكله. بتعملوا جوجل درايف اي بي اي بتعملوا لها enable، بعدين نفسها بتروحوا بتكبسوا على جوجل دوكس اي بي اي وبتعملوا enable لكل الباقيين مثل ما قلت لكم. وهلا دائما لما نضيع كمان نرجع على هدول الثلاث خطوط ونكبس على APIs and Services. هلا بنروح على ال OAuth consent screen، نعمل get started، نكتب اي نيم بدنا اياه، كمان N8N test for hostinger او اي شيء، وبتختاروا الايميل اللي عندكم اياه. وانا دغري بعمل له كوبي لانه حنرجع نستعمله مرتين بعد لقدام، وبنعمل next، نختار external next، نرجع بنعمل paste للايميل اللي عملنا له كوبي هلا next finish continue create. وهلا نختار الثلاث خطوط، نرجع نكبس على APIs and Services، بنروح على OAuth consent screen بعد مرة، بنروح على الاودينس. هلا نختار add users، ومرة تاني كمان بنعمل paste للايميل اللي عملنا له كوبي، بنعمل save. وهلا بنكبس على publish app وبنعمل confirm. هلا كمان نكبس على 3 خطوط وبنختار APIs and Services. هلا بنروح على OAuth consent screen بعد مرة ونختار clients، وهلا نعمل create client، نختار application type web application، النيم نتركه مثل ما هو ما في مشكل، والاوثرايزد ريدايركت يو ار الز حنجيبه من قلب ال N8N. فبنختار اللي تحت، انتبهوا منا اللي فوق اللي تحت، فبنجي على ال N8N مثل ما كنا هلا موجودين باخر مكان لو عملنا نيو كريدنشال حتشوفوا موجود هيدا اليو ار ال هون، نكبس عليها، بنرجع بنجي على لهون نكبس اد يو ار ال بيست كرييت. هلا صار عنده هو وصول لهيدا اليو ار ال مثل ما شايفين مش الحال، بنكبس اوكي. كمان هلا بنرجع بنكبس على ويب كلاينت 1، صار عندنا الكلاينت اي دي وصار عندنا الكلاينت سيكريت، ففينا نعمل كوبي لهيدي اللي كلاينت اي دي بنعمل لها بيست هون، نعمل كوبي للكلاينت سيكريت نعمل لها بيست هون، نعمل ساين ان with جوجل،
نختار الجوجل اكونت اللي حطينا الاسم تاعوله من شوي. حيقلنا انه has not been verified لانه نحن بعدين يعني بعد منه verified منا قصه كبيره نحن فدائما حيعطينا انه هيدي الورنينج. فنحن اكيد حنروح advanced، حنقول له انه نحن واثقين go to hosting cloud، حنختار كلهم select all، حنختار continue. مثل ما شايفين مش الحال. فهلا اذا بطلع لبرا وبكبس على select file حشوف الفايلز الموجودين عندي بقلب الجوجل درايف. ونفس الشيء مثل ما اتفقنا حنعمل جوجل دوكس كمان create document، نعمل credential نفس الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت. يعني بيجي لهون بعمل كوبي للكلاينت سيكريت، بعمل له بيست هون، بعمل كوبي للكلاينت اي دي، بعمل له بيست هون، بعمل سيف، بعمل ساين ان عفوا قبل، بختار الايميل advanced go to hosting cloud، بعمل select all continue، هيقول لي successful، بسكر. كمان هلا اذا بطلع منها برجع بفوت عليها كمان صار فيني اعمل select للي بدي اياه. هيك انتم صرتوا عاملين هوستنج على الهوستنجر، وصرتوا تعرفوا كيف تعملوا تربطوا كل شيء خاصه بجوجل. وهلا كل شيء عليكم تشغلوا الابتكار والكرياتيفيتي تاعيتكم، تفرجوني ارائكم وافكاركم